التسويف، الكلمة اللي الكل بيعاني منها. دايما بيبقى عندنا النية والخطة بس بنخاف نبدأ وبنأجل. ففي الفيديو ده هقولك على 5 أسباب ممكن يخلوك تأجل البداية. أنا مهاب الشاذلي وده أول فيديو ليا على اليوتيوب بعد ما ربنا كرم وعدينا ال100,000 على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. خلاص احنا حوالي 200,000. أتمنى إن هنا نوصل للدرع بعد ما شئت ربنا ودعمه. انت اول مره تشوفني او عارفني من اي ابلكيشن تاني فاعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان بقى ايه نتحرك هنا. يلا بينا. الاصرار على الكمال. دايما من العيوب اللي بتعطلنا ان احنا نبدا ان احنا بندور على المثاليه، وده عدو كبير لاي هدف في حياتك، لان مفيش شيء كامل على الكوكب ده الا وجه الله. فانت دايما بتدور على الامكانيات الكامله واحسن حاجه واحسن وضع انك تبدا، وده مش بيتوفر. والحقيقه البحته ان اي حلم او اي مشروع بيخضع لعمليه التطور، لازم يبدا بامكانيات قليله وبالوقت بيتطور. زينا كده لما بنتخلق بنبقى جنين في بطن امهاتنا، بعد كده بنتولد، بعد كده اطفال، ثم البلوغ، ثم الشباب، وهكذا. حتى اي اختراع، وابسط مثال الموبايل اللي بتشوفني منه دلوقتي، هل هو ده موبايلك من 10 سنين؟ فابدا باللي متاح معاك وما تدورش على الشيء الكامل او الشيء المثالي، لانه مش هيجي على طول. ولكن لو فكرت بالطريقه دي فانت دايما هتاجل البدايه وهتسوف. وابسط مثال انا عايشه ان لغايه دلوقتي انا بصور بتليفون ايفون 7 بلس وبمايك بويا ام 1 اللي العزل مش احسن حاجه واكيد في اصوات واصله لك، لكن الفكره ان انا بطلع احسن حاجه ممكنه من اللي معايا عشان اوصل لك المحتوى. النصيحة تظل نصيحة. شيء مهم طبعا انك تسمع نصيحة غيرك عشان تستفيد بتجربته، لكن الفكرة ان انت تاخد النصيحة دي في قالب امر. فلو اللي قدامك ده قالك نصيحة معينة انك ما تعملش حاجة معينة، انت مش هتعملها، انت مش هتفكر اصلا في اي حاجة او ان انت تنقد كلامه، انت هتنفذ كلامه على طول. والفكرة هنا ان في عيبين. اول حاجة ان احنا قلناه وهو ان انت بتاخد النصيحة في قالب امر فبتنفذه على طول من غير ما تحسبها بمنطق. وتاني حاجة هو ان انت مش عارف الشخص اللي سألته ده هو اكفأ شخص تاخد منه نصيحة ولا لا. طب ازاي اعرف الشخص ده ينفع اخد منه نصيحة ولا لا؟ ده ممكن اعمله في فيديو وننزله شورت بقى هنا وعلى انستجرام والتيك توك واليوتيوب. يوتيوب ايه، احنا هنا على اليوتيوب. على انستجرام والتيك توك والفيسبوك. فمن الاخر يعني روح اعمل فولو هناك بقى في الديسكريبشن اللينكات. تواضع لكن ما تقلش من نفسك. هو انا مين عشان اوصل؟ انا ما اعرفش ليه شربت شاي، انا اصلا ما بحبش الشاي بس ماشي. واحده من الجمل المشهوره في ثقافتنا وسبب كبير في التسويف، رغم ان كل الناس اللي وصلت اللي انت شايفهم احسن منك هم بشر زيهم زيك. الفكره ان شخص سعى واخد بالاسباب وادرك وامن ان عنده رب كبير يقدر يحقق له احلامه. وهي المعادله بسيطه: تامن ان ربنا قادر على تحقيق احلامك، تعمل المجهود والسعي اللي عليك، ما تستناش النتيجه. ودي كده في نقطه لوحدها هنتكلم عنها. لكن المهم دلوقتي ان انت ما تقارنش نفسك بحد انه احسن منك، انت زيك زيه. الفكره في المجهود اللي بتبذله. فمن الاخر يعني مطلوب منك انك تصدق انك هتوصل وتعمل اللي عليك. ما تسالش عن النتيجه لكن اسعى لها. للاسف يا صديقي الحياه مش بسيطه، ومش كل حاجه بنسعى لها او بنحلمها بتتحقق وبنفوز بيها. لكن انت لازم تامن بالعمليه دي، ولازم تامن ان انت مالكش دعوه بالنتيجه. وده لسبب بسيط قوي: لان النتيجه بايد ربنا. فانت سواء سعيت او ما سعيتش هي النتيجه كده كده محسومه. لكن الثواب والاجر والكنز في التجربه بيكون في السعي نفسه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان قامت الساعه وبيد احدكم فسيله فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرزها فليفعل. والفسيلة دي حسب ما قريت إن هي النبتة أو البذرة يعني اللي بتطلع النخلة. فأنت متخيل أنت هتزرع نخلة أصلا بتزرعها وأنت قدامك القيامة بتقوم، يعني أنت مش هتلحق أصلا تشوفها إن هي نخلة، بس أنت عارف إن هي جواك إنك بتزرع نخلة. فربنا هيحاسبك على السعي والنية دي مش على النخلة اللي هتطلع. عشان كده أنت لو ليك حلم فاسعى له وما تفكرش هتوصل ولا لأ، لأنها كده كده محسومة عند ربنا. هو اطمع وخلي عندك ثقة إنك هتوصل عشان ده بيأثر على نفسيتك في مرحلة السعي، لكن توصل او لا دي مش بتاعتك. فاسعى لحلمك وسيب الباقي على ربنا. بس كده. واخيرا ما تقارنش نفسك بحد. من اسوأ الحاجات اللي ممكن تأذي بيها نفسك وحلمك وتعطل طريقك وتبدأ في التسويف وحاجات تانية كتير قوي هو انك تقارن نفسك بغيرك. بكل بساطة انت بادئ من هنا، غيرك بادئ من قدام شوية، غيرك بادئ من وراك. فكل واحد فيكم المقارنة بينكم مش صالحة. ما ينفعش تبص لحد غيرك تقول هو وصل وانا ما وصلتش. ونفس الوقت في نقطة تانية مهمة: ما ينفعش لما تيجي تبدأ في اي سكة سواء مثلا صناعة محتوى او اي حاجة تروح تبص على الناس التوب فيها وتحاول
تطلع الكواليتي بتاعتهم، ده استحاله. لان التوب ذات نفسه لما بدا ما بداش كده، هو اخد بالاسباب، اشتغل باللي معاه، وبالوقت بدا يطور لما ده بقى متاح. لكن المقارنه الصح انك تقارن نفسك بنفسك من شهر، من شهرين، هل انت على نفس المستوى ونفس المكان، ولا اتقدمت ولا اتاخرت؟ ساعتها انت هتكون بتقارن صح. ولو حسيت انك بتجلد ذاتك، ما انت ما اتغيرتش. لازم تجلد ذاتك. فمن الاخر ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله يكون بدايه خير كده على الشانل، وان شاء الله يكون مفيد ليكو. اعمل سبسكرايب، وفعل زر الجرس، وقول لي رايك في الكومنتس عشان بيفرق معايا جدا. قول لي افكار فيديوهات، قول لي حاجات عايز تسال عنها عشان اطلع منها فيديوهات. ولو عجبك المحتوى ده ابعت الفيديو لصحابك وشيره. وبس كده.